هذا الرجل قال كلاما بسببه ينزل عذاب الله سبحانه وتعالى وبنص القرآن. اسمع ماذا قال: والله لو قال النبي لا تحتفلوا بيوم مولدي لظننا أنه يتنازل عن حقي فلا احتفلنا. لو ورد حتى نص لا تحتفلوا بميلادي وانشغلوا فيما أقامكم الله فيه، لو قال ذلك لاحتفل وخالفنا الدليل. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية تثبت أنه من خالف النبي عامدا متعمدا هذا الكلام يوجب عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني إلا شيء واحد، وهو بغض منهجه وطريقته وهديه وابتداع منهج وطريقة جديدة. أنه لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقال النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وتخيل لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحتفلون بمولده كيف يتراقصون ويتمايلون ويطبلون ويزمرون في المساجد. للأسف يربطون ذلك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالكفار. حب النبي ليس بالتراقص والتمايل والطبل والزمر، بل حبه بالصلاة عليه واتباع سنته وطريقته.